برنامج قطار الحياة هو برنامج لكل الحياة. على مدار حياتنا بنلاقي تساؤلات في أمور شائكة ومحيرة، وكتير ما بنلاقيش ليها رد ولا إجابة. على قناة المنير الفضائية تابعونا، هتلاقوا كل إجابات على أسئلة محيراكم في قطار الحياة. ازيك يا ماجد؟ منورنا. الحمد لله، بنورك يا رينا، ربنا كالعادة بنستضيفك عشان نستفيد من الخبرة الرائعة اللي عندك. شرف ليا وجودي معاكي. النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم قوي، وهو موضوع الشخصيات. يعني بنقابل ناس كتير قوي، شخصيات حلوة وشخصيات وحشة وشخصيات معقدة وشخصيات فريش، وواحد تاني نلاقيه كده يعني مالي مركزه يقول لك ده شخصية. فيعني ايه شخصية اصلا؟ يعني ايه كلمة شخصية؟ اشكرك. تعريف الشخصية عشان نبتدي نعرف الشخصية. الشخصية هي افكاري، هي مشاعري، هي سلوكي، هي ثقافتي، هي وانا بفكر في الناس ازاي، بتعامل معاهم ازاي، شايفهم ازاي. افكاري ومشاعري وسلوكي اللي هي بتيجي تحت بند شخصية بتتكون اصلا ازاي. طريقة تركيب الشخصية، شخصية الانسان بتحصل على مرحلتين اتنين. اول مرحلة، اول 50% بتحصل مع اول لقاء زوجي، ده اول 50%. عشان كده لو حضرتك تفتكري الحلقات المباركة اللي كنا بنتناقش فيها عن الزواج المناسب واختيار شريك الحياة، كنا بنركز قوي انك ازاي تختار شريك الحياة المناسب. ليه بقى تختار شريك الحياة المناسب؟ يعني الاحباء المتابعين يتابعوا الحلقتين اللي فاتوا هيعرفوا ان واحنا بنركز على ازاي تختار شريك الحياة المناسب، هيعرفوا ان الحلقة دي هي الثمرة بتاعة اختيار شريك الحياة المناسب. لان ولادك هم الثمرة بقى. 50% الأولانية من تركيبة شخصية الإنسان بتيجي من أول لقاء زوجي بين الزوج والزوجة، بيحصل توارث شفرات وراثية، بيورثوا منك أي بقى يعني بعض صفات، تركيبات كيميائية في المخ معينة، بيورثوا من الأب ومن الأم بعض صفات. دي أول 50%، يا إما تورثهم بقى إيجابيين يا إما تورثهم سلبيين. 50% التانية بتيجي من الأجواء والظروف الحياتية اللي الإنسان بيعيشها في بيته من أول ما بيتولد، أو ممكن يكون من أول ما يحبل بيه هو في بطن أمه لحد سن 12 سنة.
من اول الحبل لحد سن 12 دي مرحله بتسمى مرحله التشكيل الوجداني. هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. الوحي المقدس لما جه نيجي نقرا كده في اسفار الوحي المختلفه، هنلاقي ان الوحي ركز على حاستين 2 بس ان يوصل للانسان رساله. يعني الانسان مخلوق له 5 حواس. في وسط الوحي تشوف فيه كده يقول ايه؟ من له اذنان للسمع فليسمع. من له اذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. وفي سفر الرؤيا يقول ايه ليوحنا؟ هلم وانظر. وفي مكان تاني الرب يسوع يقول ايه؟ طوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. يبقى اتكلم عن البصر والسمع. ليه الوحي المقدس تعمد ان هو يتكلم عن حاستين البصر والسمع تحديدا دونا عن 5 حواس؟ لان هم دول مدخل استقبال ومدخل تركيب وتكوين شخصية الإنسان. الابن أو البنت لما بيتولد هو خلاص وهو في بطن الأم بيستقبل إشارات من تصرفات أبوه وأمه. بيستقبل إشارات وهو بطن أمه بيخزن. يعني حتى اللي يقولك إيه؟ ما تزعلش مراتك وهي حامل، دي حامل ما تجيش عليها. ليه ما تجيش عليها؟ لأن الجنين اللي جوه بطنها ده بيتأثر بمشاعرها ولا اللي بيحصل بره؟ من اللي بيحصل من الأب ومن مشاعرها. يعني مشاعرها رد فعل لتصرفاته. سلوكه لو هو بيضايقها بيزعلها بيتعبها بيعملها وحش وهي حامل، سلوكه كفعل هي مشاعرها رد فعل ده بيوصل للجنين في البطن. يعني لو هي اعصابها هاديه مهما كان برضو رد الفعل وراها الجنين مش هيتاثر. لا الجنين يتعب. يعني هي بتتاثر من سلوك الزوج. لو هي وهي حامل تتاثر من سلوك الزوج. حتى لو هي هاديه بس الهدوء ده بتكتم جواها. ما هي هاديه في الظاهر لكن جواها بتكتم دي بقى واصله للجنين اللي جوه. فهنا من اول ما بيكون في البطن لحد ما بيتولد ولحد سن ال 12 كل حاجة بيشوفها وبيسمعها. عشان كده الوحي يركز على السمع والبصر. كل حاجة بيشوفها ويسمعها. العين عاملة زي آلة تصوير، كاميرا سيلفي، صور. بعد ما بيصور بيودي على فين؟ بيبعت على مركز الأفكار والمشاعر في المخ. ومن مركز الأفكار والمشاعر بيبعت على العقل الباطن ويسجل ويخزن بقى. والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. بيتشكل هنا بقى. ده التشكيل الوجداني. أي منظر إيجابي أو سلبي هيشوفه العين تصور تبعت للمخ يبعت للعقل الباطن يخزن. وكذلك الودن لو سمع أب بيقول لأمه كلام حلو كلام جميل هينبسط هيفرح. لكن لو سمع أب بيسب ويشتم ويلعن هيسمع أي كلمة بقى يسمعها إيجابية أو سلبية هتوصل هنا وتترجم زي ما تترجم. يا تترجم بأنه ينفذ نفس سلوك الأب في وقت من الأوقات، يا إما يكون شخص انطوائي بعيد عن البشر مش عايز يتعامل معاهم أصلا. تمام. وده بقى بيبان بعد سن ال 12. يعني احنا من عندنا وقت الحبل لحد سن ال 12 دي مرحلة التشكيل الوجداني. هو بيتشكل بس. هو ما عندوش حاجة يعملها. ما عندوش لسه. ده مش وقت ان هو يطلع فيه اي تصرفات. لكن من سن ال 12 يبتدي بقى الوعي بقى. هيبتدي كل بقى اللي متسجل جواه ده بقى يبتدي يطلع على الناس سواء إيجابي أو سلبي. ده تعريف الشخصية. رائع جدا. طب ايه هي بقى انواع الشخصيات؟ تمام. في حياتنا 4 شخصيات هنقابلهم نفهمهم صح عشان نعرف نتعامل معهم صح. اول شخصية اسمها الشخصية النرجسية. دي بقى هنتعرف عليها دلوقتي وازاي نتعامل معها. تاني شخصية اسمها الشخصية الحساسة. تالت شخصية اسمها الشخصية الصلبة. رابع شخصية اسمها الشخصية الهيوكة. هنشرح معناها دلوقتي. الشخصية النرجسية ودي شخصية صعبة جدا. يعني دي اللي بيسموها سامة. أشكرك. بيسموها السامة. دي إنه إن دخلت حياة أي حد بتسمها لأن هي شخصية مستغلة. شخصية قائمة حياتها قائمة إن هي بتتغذى على أذية الناس. هو طبيعته كده. اسم النرجسي ده جه منين أصلا؟ ده شخصية تاريخية ملك اسمه ناركسوس. الملك ده يقال ان هو كان يعني في المية او في البحر او شيء من هذا القبيل. شاف ملامح وشه في المية فملامح وشه عجبته. فمن هنا بيبتدي يقول ان هو بقى معجب بنفسه. فبقوا بيسموا كل شخص معجب بنفسه نرجسي. يعني انت مش شايف غير نفسك وبس. يعني كل شخص معجب بنفسه يبقى نرجسي؟ بصورة معينة هنوضحها دلوقتي. في ممكن واحد يكون واثق في نفسه. بالظبط. عنده ثقة في نفسه. ده مش نرجسي. هو ناجح وعارف هو واقف في أرض صلبة في مجاله
ربنا يزيده نجاح. لكن النرجسي بقى بيتغذى على اذيه الناس. يعني انا واثق في نفسي، مش بكتفي بقى ان انا واثق في نفسي بس، مش بكتفي بده، لا ده انا واثق في نفسي وعلى حساب اذيه الناس كمان. المهم ان انا اوصل والناس تتاذي ما يهمنيش. عشان كده النرجسي ده له صفات وسلوك هنفهمها. النرجسي نوعين اتنين، في واحد اسمه نرجسي خفي او نرجسي غير مباشر، وفي نرجسي مباشر. النرجسي المباشر يتعمد يرمي لك كلمه تحطمك. هو عارف انا اتحطم بس مش مشكله اتحطم، انا قلت اللي انا عايزه، بس انا شايف كده. ان انا صح. هو كده وما فيهاش كلام وما بيندمش. يعني هو قالها وخلاص. ده النرجسي. فلما بيرمي لك كلام يحطمك الطبيعي انك ايه؟ هتبعدي. الشخص النرجسي الغير مباشر ده شخص لئيم او خبيث بقى. بيحطم اللي قدامه ازاي؟ ممكن نكون قاعدين يعني قعدة اصدقاء وفيهم واحد نرجسي وعاوز يأذيكي بالكلام، فيجي في وسط الناس يرمي لك كلمة فيها هزار. هو بيهزر، هو قدام الناس بهزر، لكن المعنى ببطن الشاعر انا عايز اذيكي. فيقول لك كلمه هو عارف انها بتجرحك وبتاذيكي بهدف لما تتجرح يقول انا بهزر، انا بهزر عشان ما تتمسكش عليه. ده الغير مباشر، النرجسي الغير مباشر. بس اللي فاهمه بيعرف يتعامل معاه صح. يبقى اول حاجه في النرجسي هو نوعين، نرجسي مباشر او نرجسي غير مباشر. عرفنا نفرقهم ازاي؟ واحد بيأذي مباشره وواحد بيأذي عن طريق الهزار عشان ما تتمسكش عليه. ده النوعين. طيب ايه تاني؟ النرجسي بقى مشكلته عشان هو بيتغذى على اذيه الناس، هو شخص مستغل لمصلحته. هو في حياته هو كمان مشكلته انه متلاعب بمشاعر الناس، بيحب يتلاعب بمشاعر الناس. يعني ممكن يكون في حياته اصدقاء كتير، سين وصاد وعين. سين ده انا باخد منه المصلحه الفلانيه، وصاد باخد منه مصلحه مختلفه عن سين، وعين باخد منهم مصلحه مختلفه عن الاثنين دول. فوقت انا ما بحتاج المصلحه الفلانيه من سين اروح لسين، بركز مع سين قوي، اركز مع سين، اخد منه اللي انا عايزه، وبعد ما اخدها ارميه وارميه بقى، اركنه على جنبه واختفي انا بقى. اعلقه بيا، يعني اختفي بمعنى هو بيحب سين ده بيحب ايه؟ بيحب الكلام الحلو، قول له كلام حلو. بيحب الاكل اكله. بيحب الفسح فسحه. شو هو بيحب اديهوله، بيحس ان هو يقوله بحيث يتعلق بيه، يتعلق بيا. واخد بعد ما اتعلق بيا اخد المصلحه اللي انا عايزها، وبعد ما اخدت المصلحه اللي انا عايزها هو اتعلق بيا، اروح اركنه على جنب شويه واختفي انا بقى. هو يبتدي يدور عليا لانه اتعلق، فيبتدي يدور عليا، ولما يلاقيني هيبتدي يلومني، انت متاخر عليا ليه؟ غايب عليا ليه؟ ابتدي اقول له اصل انا كنت تعبان، اصل انا كان عندي مش مشغول، اتحجج له وهيصدق. بس هو لو فاق مش هيصدق. بيتعامل كده مع كل دول، وكل دول ما يعرفوش بعض. يعني سي ما يعرفش صاحب، ما يعرفش عين، بس هو بيروح لصاحب المصلحه في وقت ما يعوزها، ياخدها ويختفي ويخلي الناس تدور عليه. ولو لقى حد من دول فهمه هو بيخاف. وهدي حضرتك تشبيه بسيط جدا. في لعبه اسمها لعبه الدومن. يبقى ايه؟ ماسكين كده يقعدوا يسيقوا الارض كده زي بيسموها كده. او يروحوا ماسكين الدومن كده يبصوا عليها كده. فالراجل الشاطر اللي بيعرف يلعب دومن ويقولوا عليه ده حريف بيكون حافظ الورق. فلما هو بيلعب مع واحد صاحبه كده ويبص على صاحبه اللي قدامه فيقعد يقول له ايه؟ انت معاك الدوسه، انت معاك الدرجي، بيسمين الكروت كمان، انت معاك. لو هو حافظ الورق اللي معاه هيعرف يكسب. فهو ده النرجسي عشان نكسبه. النرجسي يعني ده شخصيه ذكيه جدا بقى. ما انا هقول لحضرتك، النرجسي اللي عاوز يكسبه يكون حافظ ورقه. يعني انت مثلا ايه؟ انت يعني لو انا عايز اكسب النرجسي اعرف ورقه. اعرف ورقه. يعني انا هعتبر انا بشبه لك لعبه الدومينو. انا عشان اكسب الدومينو انا لازم اكون حافظ الورق. فلو انا حفظت ورق اللي قدامي اي كارت هيرميه محروق بالنسبه لي، انا فاهمه عارفه. فهو لو راح لسين ورمى له انت بتحب الفسح خد فسحه، ده كارت اهو. فاهمك بقى، انا فاهمك. لو رميت لك الكارت الثاني لصاد انت بتحب مش عارف ايه، انا فاهمك. هرمي لعين الكارت اللي هو بيحبه، انا فاهمك. لما هو بيعرف وبيحس ان اللي ضحاياه فاهمينه يلم ورقه ويمشي، يلم ورقه ويمشي، لانه هو حاسس كارت محروق. وهنا بقى لانه هو شخص مؤذي اتعامل معاه ازاي بقى؟ هو تشبيه واحد ملوش تاني. لو انا ماشي في اي طريق في اي شارع وطلع عليا تعبان، والتعبان قرصني وسمني، هل ينفع اقول للتعبان انت بتقرصني ليه؟ حرام عليك، انا عملت لك حاجه، انت ليه ينفع اقول له كده؟ لا طبعا، مش بعقل ولا منطق يعني. طب ينفع اقول للتعبان زي ما قرصتني هقرصك وزي ما ضرتني هضرك؟ ينفع اقول له كده؟ لا يمكن، لا مش زي. لا دي تنفع ولا دي تنفع. فده النرجسي. النرجسي ما ينفعش معاه عتاب لانه ما بيغلطش نفسه. يعني مش ينفع اقول له ايه انت بتضرني ليه؟ انا عملت لك حاجه ولا هيأثر فيه. ولو قلت له ايه زي ما ضرتني هضرك
برضه مش هتأثر فيه، لاني مش نرجسي زيه عشان اعرف اعمله. واي حرب مع النرجسي الشخص الغير نرجسي هو اللي بينضر. يعني لو حد نرجسي ضرك او اذاكي وحاولت تردي عليه انتقاما للي هو عمله، هو مش هيتأثر، انت اللي هتنضري. ابسط الامور الكتاب قال ايه؟ المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. ده علاقة سامة، لو أنا رديت عليه بطريقته المسمومة أنا اللي بضر أخلاقي الجيدة. فده أنسب معاملة مع النرجسي الانسحاب والاعتزال فورا بدون تفكير. أول ما بتنسحبي عن هذه العلاقة السامة هو من جواه بيبتدي ينهار، لأن حس إن ضحيته بقت أقوى منه. يهرب لحياتك. دي الشخصية الأولى. الشخصية الثانية، الشخصية الثانية وهي الشخصية الحساسة. كلمة شخصية حساسة عشان نعرفها برضو هستخدم تشبيه جميل وبسيط. لو أنا دلوقتي متعور في إيدي، أي حد بيجي بيقرب من التعوير أنا بعمل إيه؟ أي حد هيقرب من التعوير أنا هبعد، أخاف. وهذا تشبيه حصل معي أنا شخصيا وأنا صغير. يعني أنا وأنا صغير تقريبا كنت في سن أولى ثانوي أو ثانية ثانوي، حصلت لي حادثة ورجليا اتجبست. فانا كنت قاعد في البيت رجليا متجبسه ومددها كده، مش قادر اتحرك، قاعد على الكنبه في البيت مش قادر اتحرك. فكان كل ما حد من اخواتي يعدي كده من جنبي اخاف على رجلي، اروح ابعد رجلي، حاسب اقول له كده حاسب. انا ما جيتش ناحيتي، انا مش عربيه يعني. فهو ايه، انا حساس للي يلمسني. دي معنى الشخصيه الحساسه، انا حساس للي هيقرب مني. فالشخصيه الحساسه شخص حساس لاي علاقه تقرب منه. بيخاف من ايه؟ يعني ايه حساسيته؟ انت خايف من ايه لحد يقرب منك؟ صفات الشخصية الحساسة: شخصية ودودة جدا، أصيلة جدا، عشرية جدا، نقية جدا، متربي جدا، كل الصفات الحلوة جدا. بس مشكلته بقى ان زي ما هو حلو قوي جدا كده في كل حاجة، هو منتظر ان كل الناس اللي حواليه يتعاملوا معاه حلو قوي جدا، فهيبقى نكدي جدا. هو بيخاف، مش فكرة هو الفكرة ان هو ما حدش هيعامله كده حلو. يعني هيقابل ناس حلوين وناس وحشين. بالظبط. الحياة مليانة. طبيعي ان يقابل نموذج سيء ونموذج طيب. هو عاوز كل اللي يتعامل معاهم يبقوا طيبين، لان هو طيب قوي، اصيل قوي، عشري قوي، معدنه نقي جدا ومتربي قوي، فهو عاوز كل اللي يعرفوه يتعاملوا معاه يكونوا زيه. عشان كده لما بيتقابل مع اي حد، وده بقى الشخصية الحساسة ده يعني فريسة كبيرة للنرجسي. طبعا ده بقى فريسة للنرجسي، لو وقع معاه يحطمه. ده يحطمه. فعشان كده دايما بننصح اي حد في حياته صديق شخصيته من الشخصية الحساسة، دايما نقول له حافظ عليه. مش هتعرف تعوضه. ده اصيل، ودود، نقي جدا، طيب جدا، متربي جدا، حد يعني اللي يعرفه يمسك فيه بايديه واسنانه. الشخصية الحساسة من نوع ان لو اختلف مع حد وحصل كده اي خلاف شخصي، ما ينامش غير لما يصالحه، ويجي على نفسه عشان يرضي الناس. يعني هو مشكلته انه دايما يحب يرضي الناس، رغم دي مشكله في علم الصحه النفسيه، مشكله جباره. ارضاء الاخرين دي مشكله جباره جدا. هو مشكلته لما يكون قاعد في مكان ويحصل خلاف بينه وبين اي شخص، بعد ما يمشي من المكان ده يقعد يفكر، طب يا ترى اللي انا قلته ده كويس؟ طب اللي انا قلته ده كان ينفع يتقال؟ طب ينفع ارجع تاني عشان اصلح الموقف واقول كلام احسن منه؟ يقعد يلوم نفسه. شخصيه لوامه جدا، لأنه عاوز يرضي الآخرين، وبعد ما يمشي يكلم الشخص اللي ممكن يكون اختلف معاه ويرضيه ويصالحه. يعني ممكن هو يجي على نفسه عشان خاطر يعني يكسب أصدقائه. يعني هل الشخصية الحساسة بتعمل لنفسها حماية بنفس الطريقة، بأنها أنا بدي حب وبدي محبة وبدي مودة عشان محدش يجرحني، فأنا بحمي نفسي بأن أنا أقدم، لأني مش متخيل أن أنا وأنا بقدم المحبة دي كلها حد هيردها بالوحش؟ هو ممكن يكون بيشتري الناس بأنه هو يقدم ده، بس هو هدفه نقي. يعني هدفه نقي. انا عايز احافظ. بس في البدايه برضه حمايه نفسه اكتر. هو بيحمي نفسه بس مش بهدف اسود زي النرجسي. لا، هو النرجسي عاوز يكسب الناس يستغلهم. لكن الحساس عاوز يكسب الناس لانه ودود. فهو ممكن يقول لك اكسبهم حتى لو انا هاجي على نفسي واعتذر وارضيهم، مش مشكله، بس ابقى كسبتهم. يعني هو ده مبدا عميق ومبدا صعب. يعني مبدا صعب انه يجي على نفسه عشان ايه؟ يشتري اصدقائه ويشتري اللي حواليه. بس الحقيقه احنا بنعتبره ان هو بطل وفارس، انه بيقدر يعمل كده. طبعا. يعني الشخصيه النرجسيه نتجنبها وننسحب ونهرب لحياتنا. علاقه سامه. الشخصيه الحساسه نحافظ عليها. عليها. طب الشخصيه الثالثه بقى؟ الشخصيه الثالثه الشخصيه الصلبه. الشخصيه الصلبه، شوف احنا قلنا ايه عن الشخصيه الحساسه؟ شوف تناولناها ازاي. الشخصيه الحساسه 1 2 3 عرفناها.
الشخصيه الصلبه بقى عكسها خالص. يعني لو كانت الشخصيه الحساسه ماشيه في اقصى اليمين، فالشخصيه الصلبه في اقصى اليسار بقى. الشخصيه الصلبه واحد ده اللي بيقولوا عليه قاسي. هو مش قاسي، بس احنا نقدر نسميه ان هو ناضج جدا، قوي جدا، عايش بمبدأ جميل، وهو خراب يا دنيا عمار يا دماغي. وعايش بالمبدأ ده، تخرب ما تعمر. فمثلا النهارده لو قلنا ان الشخصيه الحساسه مثلا لو اختلف مع حد، يقول هو طب هو زعل من ايه؟ طب ينفع اروح اصالحه؟ طب ينفع اصلح الكلام، اصلح مش عارف ايه؟ طب لو بيقعد يفكر بالطريقه دي. الشخصيه الصلبه مش كده خالص. الشخصيه الصلبه يقول ايه؟ فلان اختلف معايا في موضوع الفلاني، طب ويختلف ليه؟ انا بقول وجهه نظري، انا وجهه نظري كده وهو وجهه نظره كده. هو بقى لو شايف ان هو عاوز يختلف معايا عشان قلت وجهه نظري، هو حر. يعني هو متمسك بكلامه، متمسك بموقفه. الشخصيه الصلبه شخص ما بيفرقش معاه كلام الناس ولا اهتمامهم. قلت فيا كلمه حلوه كتر خيرك، قلت فيا كلمه وحشه ما تهمنيش، مش شغله الناس، مش شغله اي حاجه. هو كده شخصيه مع نفسه، قوي، هو صلب. هو ده اللي اتقال عليه شخصيه بقى. شخصيه ده شخصيه صلبه. الشخصيه الصلبه دي تكوينها وتاسيسها في فتره تكوين الشخصيه اللي كنا بنتكلم عليها، والتشكيل الوجداني ده كان تشكيل سوي جدا. سوي. ده حد صلب من جواه، قراراته مدروسه، ناجح جدا، بيعرف يتصرف كويس، افكاره ومشاعره مضبوطه، بيعرف يضبطها ضبط سليم. نقطه ضعفه الوحيده الشخصيه الصلبه قرايبه والمقربين والمحببين له. يعني هو من ناحيته لو حد اساء له ما بيعتنيش، اساءتك مش هتضرني في حاجه، يعني تسيء زي ما انت عايز للصبح. لكن لو حد اساء لحد من المقربين اليه، يعني اساء لزوجته، لاولاده، لاخته، لاخوه، لابوه، اي حد من ما يستحملش. طب ده رائع يعني. ما يستحملش بقى. هنا بقى يبقى عامل زي بقى ايه، اسد. يصور علشان المقربين، يحاميهم. لكن هو بالنسبه دي نقطه ضعفه الوحيده، لكن بالنسبه له هو ما بيفرقش معاه اي حاجه. عنده ثبات انفعالي في كل المواقف الخاصه بيه هو. جدا 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 جدا. ده الشخصيه الصلبه. ده ما تعتبرش فيه اي نوع في ضعف شخصيته او مشكله في شخصيته. ده شخصيه سويه بنسبه كبيره جدا. بنسبه كبيره. الشخصيه الاخيره بقى اللي هي اسمها صعب دي. اسمها صعب. الهيوكا. الشخصيه الهيوكا دي كلمه لاتينيه معناها بهلوان. طب ايه دخل البهلوان في الموضوع بقى؟ البهلوان بيعتمد على ان هو يعمل حركات قدام الناس عشان يلفت انظارهم ويبهرهم. ده البهلوان، ويقعدوا يسقفوا له. فالشخصيه الهيوكا هي شخصيه بتعرف، يعني حكيمه في ان هي تعرف تقرب من الناس وتبهرهم. عشان كده سموها كده. بتبهرهم ازاي بقى؟ فرضا مثلا يعني الشخصيه الهيوكا دي اولا هي شخصيه متعاطفه، شخصيه ودوده. إذا كانت الشخصية النرجسية ممكن تكون شخصية ودودة لمصلحتها، متعاطفة لمصلحتها، يعني بتقدر تتعامل مع ضحاياها بصور تظهر ليهم إن هي ودودة ومتعاطفة، بس لمصلحتها، وبعد كده بتتغير. فالشخصية الهيوكا شخصية ودودة ومتعاطفة، تعاطف صادق وحقيقي. عشان كده هي شخصية محبوبة في المجتمع اللي هي موجودة فيه. دي بقى الشخصية اللي دمها خفيف. دمها خفيف. اللي هي بتجذب الجو بخفة الدم. تمام. بالتواصل وخفة الدم والتقارب للناس والتعاطف معهم وودهم. يعني لو شاف حد عنده مشكلة يتعاطف معاه، لو حد فرحان يتعاطف معاه. دايما مشاعره صادقة سواء في الحزن أو في الفرح. والشخصية الهيوكا دي بقى شخصية مرعبة جدا للشخصية النرجسية. ليه؟ الشخصية النرجسية عاوز يكون هو موضوع اهتمام المكان اللي هو موجود فيه. يعني طول ما هو قاعد في مكان يتشكر، كل الناس تقعد تشكر فيه، تقعد تمدح فيه، تقعد تكبر منه، يرتاح. لو الشخصية النرجسية قاعدة في مكان ما بيشكروش فيه يتضايق. الشخصية بقى الهيوكا دي شخصية محبوبة، فلما بيكون قاعد في مكان بياخد الاهتمام برضه، بياخد الاهتمام. فلما يتوجد في مكان واحد مع الشخصية النرجسية تخاف منه. طب ما ممكن بقى سؤال بقى، يعني ممكن الناس ما تعرفش تفرق بين الشخصية النرجسية والهيوكا. يعني ممكن الناس تفتكر الشخص الودود ده نرجسي، ما انا ممكن اخاف من الشخص اللي بيقدم لي مواد كتيره واقول ده شخص نرجسي، ده عايز يمتص طاقتي. سؤال جميل. بس ده هيبان بعد كده في اللي جاي، لان الشخص النرجسي ما بيثبتش على حاله، الهيوكا ثابت. النرجسي يظهر ويختفي، يظهر ويختفي، ده النرجسي. ده الفرق بينهم بقى. الفرق بينهم، الهيوكا ثابت، منين ما تحتاجه تلاقيه ودود. هو اصلا ما بيستناش لما انت تسال عليه، لان هو اللي بيسال عليك. الشخصيه الهيوكا بقى فيها كمان ميزه حلوه جدا، ودي بتبينها ان هي شخصيه اسمى من النرجسيه بكتير.
الميزه بتاعتها ايه؟ ممكن انا اكون شايف مثلا عيب معين في اخويا فلان او اختي فلان. ممكن لو انا رحت عشان اقول له العيب ده موجود فيك ما يقبلش انه يسمعه مني، ما يقبلش، يقول لي انت بتبالغ، انا مش هسمع لك، ممكن. طب انا عايز اغير العيب اللي فيه ده، اغيره ازاي؟ الشخصيه الهيوكه حكيمه، فانا تعمل كده بقى. تعمل ايه؟ لو انا شايف في فلان ده ان هو عيوبه 1 2 3 وانا عايزه يفوق، ابتدي اجيب مرايه واعكس له العيب بتاعه. ازاي؟ اللي هو بيعمله انا اعمله معاه لحد هو ما يحس بيفدا. يقول لي يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اقول له لا دي مرايه. انا بجيب لك اللي انت بتعمله. ما انا لو جيت قلت لك انت بتعمل كذا 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 انت ما بتسمعنيش، فحبيت اجسد لك. انا مشخصاتي دلوقتي، انا مشخصاتي بيجسد لك اللي انت بتعمله عشان اوصل لك الرساله. بس هدفي ايه؟ هدفي الود. هدفي ان انا عايز اغيرك فعلا. معامله بالمثل، مش بيعرف يتعامل معامله بالمثل، بس الهدف الاصلاح، الهدف السامي. الهدف الاصلاح. يعني انا بعاملك المعامله بتاعتك بهدف ان انا عايز اوعيك لان انا ودود ومتعاطف وبحبك. يعني هدف سامي. دي الهيوكه، شخصيه حكيمه جدا، وهي بتتعامل مع اي مجتمع هي قريبه جدا من كل اللي حواليها. الكل اللي حواليها بيحبوها، بيعرف يقرب وبيعرف يحب الناس والناس بتحبه. عشان كده ده شخصيه مرعبه للشخصيه النرجسيه. الشخصيه النرجسيه شخصيه ما بتتحبش، فلما يلاقي هيوكه زي كده معاه في نفس المكان يرتعب منها ويخاف منها. عرف يكسب الناس صح. اللي انت بتأذيهم وبتستغلهم انا بعرف اكسبهم، وبالصح بالصدق. انا بعرف اودهم، انا بعرف احبهم، انا بعرف اقرب منهم. حلو جدا، رائع بجد. حاجه انا شخصيا استفدت منها كتير، لان كلنا بنتقابل مع الناس دي في حياتنا، وبنظلم ناس على حساب ناس، وبنتعامل مع ناس لانه احنا مش فاهمين شخصياتهم. انا حابب اضيف اضافه صغيره بعد اذنك. الهدف ايه من ان احنا بنقدم دراسة تحليلية للشخصيات اللي موجودة في حياتنا؟ الهدف ايه؟ لو انا رفعت صباعي كده هتفهمي ايه من رفعت صباعي دي؟ عايز تقول حاجة مثلا. تمام. ايه كمان؟ يعني مثلا بتحاول تظهر نفسك، او بتقول يعني انا هو. تمام. وممكن مثلا اكون بعد رقم 1، او ممكن تعد رقم 1، صح؟ او ممكن اكون بحذر، او ممكن اكون بشاور على السقف، صح؟ كل دي معاني. اوكي. شوفي المصدر واحد، المسبب واحد، لكن المعنى اللي ممكن يوصل لأي حد مختلف. دي أنواع الشخصيات ممكن يوصل لهم، وهم دايما بيتعاملوا مع الناس في أي مشهد، في أي موقف، في أي مكان، مع أي شخص. المكان واحد، الشخص واحد، المصدر واحد، المسبب واحد، بس المعاني اللي بتوصل لهم مش واحدة. كل واحد بحسب شخصيتك اتكونت ازاي. والرسالة اللي احنا عايزين نقولها النهاردة للمتابعين الأحباء، احنا ممكن نكون مختلفين في انواع شخصياتنا، في افكارنا، في مشاعرنا، في تفكيرنا. شخصيات مختلفة. الكتاب قال كلمة جميلة قوي، قال ان جوه الكنيسة في انواع مواهب مختلفة، لكن الهدف واحد. فاجمل شيء نعيشه في الحياة لو حتى كانت شخصياتنا كلها مختلفة، لكن اجمل شيء ان احنا نكون في ترابط، وازاي نكون بنعرف نتعامل مع بعض بحكمة وصح، عشان كلنا نكون بنكمل بعض. امين امين. عرفنا الشخصيات، وعرفنا الشخصيه النرجسيه والشخصيه الصلبه والحساسه والهيوكه. لما نيجي نتعامل مع الناس نحاول نتجنب اللي بيأذينا، ونحاول نود اللي يستاهل الموده، ونحاول نقرب ونفهم كل شخص عشان نتعامل مع كل واحد بحسب شخصيته. شكرا.